كم مرة في يومك قلت يا لهوي؟ كلمة صغيرة بس فيها كل المشاعر، فيها الخوف، فيها الاستغراب، فيها خفة الدم. بس يا ترى ايه أصل الكلمة دي؟ ومنين جت يا لهوي اللي كلنا بنقولها كل يوم من غير ما نحس؟ واستنوني في حلقة جديدة من حكايات مصرية مع شيرين، ونعرف أصل الكلمة اللي كلنا بنقولها من غير ما نحس. يا لهوي. ومين فينا ما قالش يا لهوي لما نتخض أو نسمع مصيبة أو إشاعة سخيفة؟ أول رد فعل لمصري هنقوله يا لهوي. بس يا ترى إيه أصل الكلمة دي؟ الحكاية بقى ترجع لزمان أوي، لما كانت الناس في الريف والقرى بيستخدموا كلمة الهوى، يعني الريح أو القدر أو ربنا اللي فوق. كانوا لما بيحصل أي حاجة يقول يا هوا، يعني يا ساتر. مع مرور الوقت الكلمة اتطورت في اللهجة المصرية وبقت يا لهوي. في ناس بتقول إن أصلها يا إلهي، بس المصري بطريقته الخاصة والتاتش المصري الأصيل قلب الكلمة وخلاها يا لهوي. والأجمل بقى إن الكلمة دي فيها كل المشاعر المصرية، يعني تتقال بالخوف، تتقال بالدلع، تتقال بخفة الدم، بتتقال بالمفاجأة، وكل مرة لها طعم غير المرة اللي قبلها. يعني في واحدة مثلا لما تشوف الأسعار غليت بتقولي يا لهوي ده الأسعار غليت، وتلاقي مثلا واحدة بتقولها بنص الضحك والهزار يا لهوي، هو ده حصل بجد؟ كلمة صغيرة أوي بس تحكي كتير عن روح المصري البسيط العفوية اللي دمها خفيف. هي كلمة واحدة بس حاضرة معاك في كل مواقف الحياة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، حكاية كلمة مصرية دمها خفيف بس أصلها مصري أصيل. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير. استنوني في حلقة جديدة من حكايات مصرية مع شيرين.